إكمالا للجزء بتاع العيوب الخلقية أو التشوهات، في برضو جزء في الأطفال أو الأهالي ساعات مع الوقت يبدأوا يلاحظوا إن أولادهم عندهم قصة بتاعت تقوس القدمين، أو يحس مثلا رجله بقى ماشي. الساقين أنا آسف، أيوه صح، الساقين مش القدمين، صح الساقين. فتحس إن هو ماشية زي يقول لك ده ماشي مثلا إيه زي البطريق كده بالظبط. أيوه ماشي البطريق، فيقول لك إيه ده اللي حصل، فيتخض. خصوصا إن هو ممكن يلاحظها فجأة، يعني مش يلاحظها مثلا هو مثلا بتغير لابنها او بتحميه او حاجه، او نازل البحر في تمرين سباحه فيلاقي الدنيا كده، فبيخافوا جدا من القصه دي. فايه التعامل الصحيح مع الحالات دي؟ هو اكتر وقت انت او الام هتلاحظ فيه التقوس هو بدايه المشي بتاع الطفل. تمام، اول ما يبدا يمشي الطفل هتلاحظ التقوس. تمام. بس احنا عشان يعني موضوع التقوس ده لازم نفصل انواع التقوس عن بعضها. تمام. التقوس فيه نوع فيسيولوجيكال، يعني بمعنى ايه طبيعي؟ يعني طبيعي اثناء نمو الطفل ان رجله بتكون فيها زاويه، الساق ده عادي، ده طبيعي، ده طبيعي وبيبدا يتعدل مع الوقت مع النمو. ايوه ده ما يكبر، ده لحد سن سنتين، ده يعتبر طبيعي، ملوش اي تدخل وملوش اي علاج وبيروح لوحده. كل الاطفال بتمر بيه يعني. بالظبط كده. تمام. في نوع تاني بيكون مرضي. بسبب مرض يعني في مرض معين بسبب إن هو اللي سبب التقوس. بالظبط، في مشكلة. تمام. وده انواع كتير بس اشهرهم على الاطلاق بيكون بسبب نقص فيتامين د. ده اشهر نوع من اسباب التقوس، نقص فيتامين د. وفي انواع تانية بتكون مشكلة في العظم نفسه، مشكلة في الركبة، مشكلة في الساق، عيوب خلقية، يعني في اسباب كتير بس اشهرهم نقص فيتامين د. ده مرض كده كان بيسمى الكساح، مشهور جدا. تمام. وده بيكون بسبب لين العظام. نقص فيتامين د مع الوقت لو سبته شويه يعمل لين عظام، يبقى العظم لين. العظم يبقى طري. لما الطفل يدوس عليه يبدا يقوس. وده علاجه بمنتهى البساطه فيتامين د وكالسيوم، وبيتعرض للشمس، الطفل بيخف تماما بيبدا العظم من التقوس ده وبيتعدل اثناء النمو. تمام. الانواع التانية بيتم معاها التعامل حسب الدرجه، حتى الدرجات العالية اللي بتحتاج تقويم ما بنعملهاش برضو في سن صغير، يعني بننتظر لحد السن المناسب للتدخل، لأن معظمها برضو بتتعدل لوحدها. يعني في مرض شهير جدا اسمه البلاونت. ده من أشهر البلاونت ده من أشهر أسباب التقوس في الأطفال. تمام. برضو بننتظر، لأن معظم الدرجات المتوسطة بتاعة البلاونت بننتظر لحد الطفل بيبقى عنده 3 سنين 4 سنين، ما بنتدخلش أول ما نشوف، أو الطفل هو عنده سنة مثلا بنديله فرصة شوية، بديله فرصة حسب الدرجة وحسب النوع. تمام. فهو التقوس ما يقلقش بالدرجة المخيفة اللي احنا بنشوفها ان الطفل ده بيعرج او ان الطفل ده فيه عيب مش هيتصلح، او لا، معظم حالات التقوس بتتعدل لوحدها بالتدريج، بترجع للحالة الطبيعية، ومعظمها بيكون فيسيولوجيكال. تمام. بس طبعا ان احنا نكتشفه بدري او نعرفه بدري ده بيكون بالزبط. حاجة كويسة، او ان احنا الدكتور يبدأ يتابع بدري يكون احسن. بالظبط يعني. التشخيص البدري، المتابعة، كل الحاجات دي بتجيب نتيجة كويسة، بتجيب نتيجة افضل في اي حالة من الحالات، مش تقوس بس. تمام يا دكتور، الله ينور.